السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الغاليين، مع فكرة جديدة من الأفكار اللي بتتكرر في الامتحانات وسلسلة الحتة اللي بتيجي. فكرة النهاردة بعنوان هزيد ولا أقل؟ هزيد ولا أقل على حسب جاري. هيزيد ولا هيقل على حسب جاره. الجار بيأثر في الجار، فلازم تاخد بالك من جارك. هنا بقى بيقول إيه؟ يوضح الشكل المقابل ملفين متجاورين إكس وواي أهم متماثلين عند لحظة غلق المفتاح كي في دائرة الملف X. قفلنا المفتاح كي في دايرة X، فإنه إيه اللي هيحصل؟ هل هتقل إضاءة المصباح وتزيد قراءة الفولتميتر، ولا تزداد إضاءة المصباح، ولا الاختيارات ديت؟ تعال نفكر مع بعض. أول حاجة، طبعا في ملفين، يبقى عنوان الدرس اسمه الحث المتبادل بين ملفين. هنركز على الملف اللي حصل فيه التغير اللي هو هنا. في موجب، فالتيار بيخرج من الموجب، هيبقى التيار طالع لفوق كده. والتيار ده بيولد مجال ممكن نحدده بايدينا صوابع مع التيار. يبقى الناحيه دي الابهام ناحيه القطب الشمالي وده القطب الجنوبي. طيب انا لما اقفل المفتاح ده ايه اللي بيحصل للار؟ بتقل عشان بقى توازي. يبقى التيار ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. يبقى المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف ده ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. يعني كأن ده بيقرب كده، ما هو المجال بيزيد كأنه بيقرب ويزيد على ده، فده مش عايزه يزيد من قاعدة لينز. يعمل ايه؟ يعمل قوة تنافر، فيكون هنا اس وهنا ان. فلما نيجي بقى نحدد اتجاه التيار بقاعدة اليد اليمنى، ادي الابهام مع الشمال وصابعي مع التيار، يبقى التيار هنا هيبقى نازل لتحت، وكنا بنسميه تيار مستحث عكس ده. بس ما تنساش ان في تيار تاني في الدايرة ديت خارج من الموجب، اهو خارج من الموجب كده. يبقى التيار المستحث والتيار الاصلي عكس ايه؟ بعض. ففي الحاله دي التيار هنا النهائي هيقل، لان التيارين دول عكس بعض. يبقى اكيد اضاءه المصباح هتقل. يبقى اضاءه المصباح هتقل. يبقى دي اول حاجه. يبقى اضاءه المصباح هتقل لان التيار المستحث اللي نشأ والتيار الاصلي بتاع البطاريه عكس بعض، فيقللوا بعض. قراءه الفولتميتر لسه قايل لك من شويه في الحلقات اللي فاتت ان الفولتميتر لو على بطاريه موجوده في دايره لوحدها، البطاريه هي اللي لوحدها في الدايره مفيش معاها بطاريه ثانيه، يبقى ما فيهاش خلاف ان البطاريه دي بيحصل لها تفريغ، وخاصه لو ليها ار سمول. يبقى الفي بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. السالب ده يخلي الاي والفي عكس بعض، الاي النهائيه قلت، يبقى الفي اللي يحصل لها تزيد. يبقى قراءة الفولتميتر هتزيد وإضاءة المصباح هتقل. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف، ودي فكرة مهمة جدا عايز تركز عليها، لأنها بتربط بين الفصل الأول والفصل الثالث، بين الحث المتبادل وقراءة الفولتميتر والمقاومة المكافئة. ونستناكم في حلقة جديدة إن شاء الله.